مستحيل الريحة ليه طعمها كده. هاي جايز، ويلكم باك تو ماي تشانل. انا روان داش. هاي، معظمكم عارفين ان انا من فتره كنت في باريس. في يوم من الايام وانا بتمشى في شوارع باريس لقيت المحل ده، وده فعليا كان جنه بالنسبه لي لانه كان مليان حلويات يابانيه غريبه. وانتوا عارفين انه انا بحب اجرب اي حاجه غريبه في العالم، ولما اقول لكم ان دي فعليا اغرب حلويات وسناكات اشوفها في حياتي صدقوني. يعني مثلا في عندنا هنا مشروب بنكهه الجبنه، والشيبسي بنكهه الطحالب. انا بجد مش مستعده نفسيا للفيديو ده، وطبعا كالعاده اشتريت نص المحل. اتأكدت مليون في المية ان كل السناكات اللي انا اشتريتها من المحل ده 100% حلال. اوكي يا جماعة، وخلونا نبدأ باكتر حاجة انا متحمسة لها. فعليا حاولت امنع نفسي كتير جدا انه ما افتحهاش واكلها لوحدي في الاوضة، وهي شوكولاتة كيت كات اللي كلنا عارفينها وكلنا بنحبها لكن بأطعمة مختلفة. ويبدو اني اتحمست شوية وانا بشتري الكيت كات لانه تقريبا جبت كل الانواع اللي عندهم. هبدأ بدي، ودي اكتر واحدة نفسي اجربها من اول ما جبتها، واللي هي كيت كات بنكهة القهوة. انتوا متخيلين؟ اوه ماي جاد جايز، مليانه من جوه شوكولاتات كده صغيره. شوفوا ما اصغرها يا جماعه. انا توقعت ان حجمها هيكون اكبر من كده بكتير، بس اوكي. ريحتها كيت كات عاديه. خايفه الشوكولاته دي طعمها يخذلني لاني متحمسه جدا اني اجربها. كل احلامي وتوقعاتي في اللحظه دي اتحطمت في الارض. طعمها كيت كات عاديه جدا، مش حاسه ابدا بطعم القهوه. لا، هو مفيش اصلا طعم قهوه في الموضوع. بجد خيبه امل كبيره قوي. بما ان طعمها كيت كات عاديه جدا فانا هديها 5 من 10. اوكي، بعد كده في عندنا واحده من اغرب انواع الكيت كات اللي شفتها في حياتي، وهي كيت كات بنكهه الشمام. انا شخصيا ما بحبش الشمام، لكن كان عندي فضول كبير جدا اجربها. اوه، لونها ابيض. ريحتها شمام. اوه ماي جاد، ريحتها بصراحه حلوه قوي. اوكي، خلونا نجربها. اوه ماي جاد، طعمها حلو قوي. ما توقعتش ابدا انه طعمها هيكون كده. طعمها مش كيت كات ابدا ابدا، تحسوا ان انتوا بتاكلوا شوكولاته تانية. طعمها وريحتها بيفكروني شويه باللبان بطعم الشمام. هديها 8 من 10. بعد كده في عندنا كيت كات بنكهه الماتشا. وات؟ انا مش من محبين مشروب الماتشا قوي، بس خلونا نجربها. شكلها كيوت قوي. شوفوا، اتس سو كيوت، عليها رينبو. واو، لونها اخضر. خلونا نجربها. طعمها غريب. اول ما بتدوقوها بتحسوا ان طعمها ماتشا قوي، بس في الاخر كده فيها نكهه مره قوي، مش عارفه هي جايه منين. وطعمها على فكره مش مسكر زي الشوكولاته العاديه، اصلا تحسوها مش شوكولاته. انا عن نفسي هديها 4 من 10. اسمع النكهه اللي بعد كده، كيت كات بنكهه الشاي بلبن. وات؟ تخيل لو حد بيحب الشاي بلبن، اعتقد ان هو هيكون متحمس قوي على الشوكولاته دي. من قبل حتى ما اجربها حاسه مليون في المية ان طعمها هيكون من شاي بلبن. مش متحمسة قوي على النكهة دي، بس خلونا نجرب. وات؟ طعمها غريب قوي يا جماعة. مش عارفة هي طعمها ايه، مش قادرة احدد. زي ما توقعت بالظبط، طعمها ملهوش اي علاقة بالشاي بلبن. تحسوا طعمها جاي اكتر على مية ورد او حاجة مسكرة قوي. حاساها نكهة ملهاش اي داعي. مش شايفة ان انا ممكن اشتريها او اجربها تاني، فهديها 6 من 10. في عندنا بعد كده الكيت كات دي بنكهة الكب كيك بالتوت البري. اوه ماي جاد جايز، الكيت كات دي حرفيا لونها بنفسجي. اوه ماي جاد، شم ريحتها عاملة زي الشمعة. ريحتها حلوة. عندي احساس ان دي هتعجبني. اوكي لحظة. لا 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 لا، دواء كحة. نكهة عنب على نكهة دواء. ابدا ابدا مش حلوة لحد دلوقتي. دي اقل واحدة عجبتني. هديها 1 من 10 مع انه شكلها كيوت. ريحتها حلو، بس 1 من 10 برضو. واخر نكهة كيت كات بطعم الفراولة والشوكولاتة الغامقة. الشوكولاتة دي شكلها حلو قوي لانها فيها لونين. شكلها حلو قوي، بس مش هنحكم بالشكل لانه اتخدعنا قبل كده. ريحتها تجنن صراحة، مش هكدب. اوه ماي جاد، ليه ناشفه كده؟ اوه ماي جاد، ليه طعمها كده؟ مش لاقيه اي مبرر للنكهه دي. طعم الفراوله فيها مش حلو ابدا، تحسوه كده طعم مصنع، طعمه غريب. ليه بتعملوا فينا كده يا كيت كات؟ ليه؟ عايز تجرب؟ لا. انا برضو بقول كده. اوكي يا جماعه، ودي اللحظه اللي انا كنت خايفه منها، بس خلاص لازم اتحدى خوفي واجرب المشروب ده.
ده عبارة عن سباركلينج واتر او مياه غازية. لحد دلوقتي مفيش اي حاجة غريبة، بس اسمعوا هو بنكهة ايه؟ بنكهة ملح البحر والجبنة. العلبة دي على فكرة مرت بمراحل كتير جدا لانها سافرت من باريس للامارات والحمد لله ما انفجرتش في الشنطة. خلونا نجربه. اوه ماي جاد. لا 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 يا جماعة، مستحيل. الريحة ريحة بيض فاسد او جبنة فاسدة، ريحته مش طبيعية. لا مستحيل ان ده يكون حاجة بتتشرب. فعلا 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 مش عايزة اجربه. اوكي 1 2 3. بجد ما عنديش كلام اقوله دلوقتي. بشع، كلمة قليلة على طعمه. مش متخيلة ابدا ان في انسان طبيعي ممكن يشرب حاجة طعمها وريحتها كده. انا بحب الجبنة جدا بس ده كرهني فيها حاليا. ده هديله -100 من 10. في عندنا بعد كده الشيبس ده اللي بنكهة الطحالب. انا بحب السوشي جدا، فالطحالب بالنسبة لي مش شيء غريب، لكن الغريب بالنسبة لي انه شيبسي بنكهة الطحالب. طبعا الاول لازم نشم الريحة. ريحته حلوة، عليه حاجات خضرة صغيرة قوي، فتقريبا كده هي دي الطحالب. ونقول بسم الله ونجربه. اوه واو، ما توقعتش ابدا ابدا الطعم ده. طعمه قريب جدا جدا من طعم السوشي. اكتر حاجه حبيتها فيه انه نكهه الطحالب مش قويه قوي، فطعمه حلو. ما توقعتش نفسي هحبه قد ما انا حبيته بصراحه، فهديله 9 من 10. لو فاكرين ان شيبسي بنكهه الطحالب هو اغرب حاجه في الفيديو ده، فانتوا غلطانين، علشان الشيبسي ده حرفيا بنكهه حليب الموز. مخي مش قادر يستوعب يعني ايه شيبسي بنكهه الموز. خلونا نجربه. لحظة، طعمه حلو. في حاجة غريبة قوي في الموضوع لانه ريحته موز بس طعمه ابدا مش موز. طعمه بالظبط عامل زي الكورن فليكس. نكهة الموز اللي فيه بتجيلكوا كده في الاخر خالص. مش وحش خالص، وانا هديله 7 من 10. بعد كده في عندنا واحدة من اشهر السناكات اللي بتتاكل في اليابان، واللي هي اكيد الاخطبوط المجفف. صراحة شكلها ما يحمسش الواحد ابدا انه ياكلها. كل حاجة مكتوبة عليها بالياباني، ما عليهاش اي حاجة بالانجليزي، لكن اتأكدت من البنت اللي كانت شغالة في المحل انه هي حلال. اوه واو، ريحتها زفرة جدا وملمسها كده غريب وخشن. اوكي بسم الله. ثواني، انا ليه عجبتني؟ بغض النظر عن شكلها، بس فعلا طعمها لذيذ قوي. طعمها قريب جدا من طعم الجمبري او الكابوريا او السمك، مع ان طعمها حلو بس مش مرتاحه لها. حاسه ان انا لو كلت كتير منها ممكن اتسمم، فاعتقد كفايه لحد كده. هديها 9 من 10. ومن ضمن السناكات الغريبه جدا اللي كانت في المحل الياباني ده، لقيت دي مرسوم عليها كده نبته غريبه وعليها توابل، ومكتوب عليها ويلونج فينغتشي كلب. اعتقد والله اعلم ان دي نوع من انواع الطحالب. خلونا نجربها. اوه واو، جواها الاكياس الصغيره دي. اوه ماي جاد يا جماعه، الملمس بتاعها تحسوها حاجه كده بتتفعص. خلونا نفتحها. اوه واو، اوه ماي جاد، شايفين؟ اوكي هاخد حته منها وخلونا نجرب. ايه ده؟ بس طعمها حلو. طعمها كده اندومي على صويا صوص على بهارات. ما كنتش اتخيل ابدا انه في يوم من الايام هحب طعم الطحالب. انا هديها 8.5 من 10. بعد كده في عندنا الشيء ده اللي انا ما عنديش اي فكرة هو ايه. هو ده شكل العلبة، فاعتقد انه دي حاجة مسكرة، واعتقد ان هي بنكهة التوت لانه مرسوم عليها توت على العلبة. اوه واو، ريحة عصير توت، وشكلهم حلو قوي، فخلونا نجربها. اوه ماي جاد جايز، طعمها حرفيا يجنن. الحته اللي من فوق دي مسكره قوي وبنكهه التوت. بعد كده تحت في عندنا بسكوته طعمها بالظبط عامل زي اللبان اللي بنكهه التوت. ودي يا جماعه اول حاجه هتاخد مني 10 من 10. بعد كده في عندنا برينجلز، لكن مش اي برينجلز. برينجلز بنكهه المخلل. وات؟ ما اعتقدش اني شفت قبل كده تشيبس بنكهه المخلل. واو، ريحه المخلل فيه قويه جدا. اوه واو، ما تسألونيش ازاي. طعمه بالظبط عامل زي ساندويتش السمك من ماكدونالدز. يا جماعة الشيبس ده طعمه نار. ده كمان يستاهل مني 10 من 10. اوكي يا جماعة، وهنستمر في السناكات اللي انا ما عنديش اي فكرة هي ايه. وهي السناك ده المفروض يكون من اشهر السناكات الموجودة في اليابان، وهو عبارة عن سناك مصنوع من الدقيق والبهارات الحارة. خلونا نجربه. اوه واو، ريحة بهارات قوية جدا جدا. عارفين لما تشموا بهارات الاندومي؟ نفس الريحة بالظبط. شكله غريب قوي، فخلونا نجربه.
حراق. او ماي جاد جايز، حراق. طعمه شبه البطاطس المقلية شوية بس مليان بهارات. ما توقعتش ابدا انه طعمه هيكون حلو. ده هديله 9 من 10. اوكي يا جماعة، وهي دي كانت كل الحلويات اليابانية اللي جبتها للنهاردة. اكتبوا لي تحت في الكومنتس ايه اكتر حلويات حبيتوها وحابين تجربوها. ودلوقتي عايزة اقول thank you so much for watching. بحبكم الدنيا كلها، وان شاء الله نشوفكم في كل الفيديوهات الجاية. باي جايز.